بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أحبائي وإخوتي في المسيح، سوف نصلي اليوم صلاة المزمور المبارك 26، لنطلب من الرب يسوع أن يكون أساسا لكل شيء في حياتنا وحياة أسرنا. نرفع كل قلوبنا لنتضرع بالإيمان وكلنا ثقة في قوة الله وعمله لفتح جميع الأبواب المغلقة ولمباركة منازلنا بالنعمة والرزق والسلام والطمأنينة حسب الوعود الإلهية في المزمور المبارك. ولكن قبل أن نبدأ أدعوكم بتحضير كوب من الماء لتكريس كل البركات في هذه الصلاة على ذلك الكوب من الماء. فعند شرب هذا الماء في نهاية هذه الصلاة ستشعرون بنعمة السلام والطمأنينة، وفي كل ما يمتد لده يدكم، وهنا ستشعرون بقوة الصلاة، فهي الجسر الواصل ما بيننا وبين الله، وتشربون منه. وتصلى هذه الصلاة لمدة 7 أيام متتالية، وقد تكون هذه إشعار إلهي لتستمع لكلمة الله، ولتدعمنا في القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس، ولتشارك هذه الصلاة مع غيرك حتى تكون سببا في إيصال كلمة الرب لغيرك. وكما قال الكتاب المقدس: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. رسالة معلمنا يعقوب 4:17. أيها الآب السماوي، نحن نأتي إليك اليوم لأننا نحتاج إلى بركتك ورزقك الوفير في حياتنا. نشكرك على كل ما قدمته لنا حتى الآن، ونعترف بأن كل نعمة تأتي منك يا رب. أنت الإله الذي خلق السماوات والأرض وكل ما فيها. أنت الذي تحكم في كل شيء وتملك القوة لتعطي وتمنح. نطلب منك أن تفتح لنا أبواب السماء وتسكب علينا بركتك الغنية بموجب كلمتك المقدس، كما قلت: اطلبوا تجدوا، اقرعوا فسوف يفتح لكم. أي استمروا في السؤال فيستجيب لكم. نحن نثق بوعدك الثابت، ولذلك نأتي إليك بثقة طالبين منك أن تمدنا بالرزق الذي نحتاجه وتعمر حياتنا ببركتك يا رب. نحن نعلم أن الحياة ليست سهلة دائما، وأننا قد نواجه تحديات وصعوبات في طريقنا، ولكننا نثق بوعدك بأنك لن تتركنا ولن تتخلى عنا. تذكرنا بكلمتك التي قلت فيها: أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر. فنحن نعلم أنك ستكون إلى جانبنا وتقودنا في كل خطوة نخطوها. نصلي أيضا لأجل الحكمة والإدارة الحكيمة في استخدام الرزق الذي تمنحه لنا. اعطنا القدرة على إدارة مواردنا بحكمة، وأنك أرفع يدي إليك يا رب وأطلب منك أن تباركنا برزق وفير وتملأ حياتنا بالخير. ونصلي كل هذا بسلطان يسوع المسيح الذي علمنا أن نقول: أعطنا اليوم خبزنا اليومي، واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. سيدنا الإله، نأتي إليك اليوم بقلوب مليئة بالثقة والرجاء، نطلب منك بركتك ورحمتك في حياتنا وفي موضوع الرزق. نؤمن بأنك الله الكريم الذي تعطي بلا حدود وتبارك بلا قيود. نثق بأنك ستكون معنا وتمدنا بكل ما نحتاج إليه. نصلي لك بهمة وتواضع، مدعين بوعودك التي قلت لنا فيها: اطلبوا فتجدوا، اسألوا فتعطوا. وكما قلت لنا: لا تهتموا بحياتكم بما تأكلون ولا بأجسامكم بما تلبسون. انظروا إلى طيور السماء، فهي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، وأبوكم السماوي يطعمها، ألست أنتم أفضل منها؟ يا رب، نثق بوعدك الذي يقول: اطلبوا فتجدوا. نطلب منك بركتك ورحمتك في حياتنا وفي موضوع الرزق. نصلي لك بالثقة والاعتماد على رحمتك الوفيرة. أعطنا القوة لنعيش بحكمة وسخاء، واجعلنا آلة لنشر محبتك ورحمتك في العالم، آمين. نتلو المزمور 23. مزمور لداود النبي. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني. يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي. عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. هللويا.